السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وترحب بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكيكه. السر ديال هاد الكيكه في البنه ديالها. بسم الله، نبداو المقادير. عندنا في المقادير 3 الكيسان ديال الطحين فورس، 2 خمارات حمر، واحد الساشيه ديال الفاني، كاس ديال الزيت، كاسون سنيده، معلقه كبيره ديال النشا، واحد 4 ديال البيضات، 3 المعالق كبار د الماء، معلقه صغيره د الزبده، وكاس د الحليب دافي، واحد المعلقه صغيره ديال الخل. بالنسبه للمقادير راني خديت العبار بالكاس ديال العنبه. اما الطحين دايره الطحين ديال الحلوه مزيان. بسم الله، نبداو بالطريقه. غادي ندير في الخلاط 4 ديال البيضات، كاسونط ديال السنيده، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، معلقه صغيره ديال الخل، معلقه صغيره ديال الزبده. بالنسبه للزبده تنديرها حقاش هي اللي تتخلي الكيكه ديالك شحال ما جلست عندك تتبقى الكيكه هشيشه، ما تتنشفش، يعني شحال ما جلست في الثلاجه تبقى الكيكه ديالك مزيانه. وعندنا هنا 3 المعالق ديال الماء تيخليها تجي خفيفه. غادي يبقى لنا هنايا النشا والطحين وهذا والخميره. حتى الثاني ندير دابا حتى شويه ديال الفاني، صافي. وغادي نطحن مزيان. صافي، ومن بعد ما طحنت الخليط ديالي مزيان، هنا راني درت الطحين، خلصت الطحين مع النشا والخميره. بسم الله، نبداو شويه بشويه الطحين ديالي ونبدا نخلط. بالنسبه للنشا هي تتخليها تجي داك اللون ديالها مذهب زوين، وتتخليها تجي خفيفه. ولا ما كانش عندكم النشا يمكن دير معلقه كبيره ديال الحليب، ولا ديروا معلقه كبيره ديال كريم باتيسري، المهم اللي كان متوفر. صافي، غادي ندير شويه بشويه وغادي نخلط. صافي، دابا نخلطها مزيان. صافي، دابا نخلط مزيان هادشي ونجيب سميتو المول ديالي. راني دهنتو من قبل بالزبده ورشيتو بالطحين، ونخوي فيه العجين ديالي ونكمل معكم. ها هو المول ديالي، دهنتو بالزبده ورشيتو بالطحين. ها الخليط ديالي بعد ما خلطتو تتكون هكا العجينه هكايا مزيان. دابا غادي نخويها في المول ديالي، ها هي. وملي تبغيو تخويوها تبقاو طلعوا يديكم من الفوق مزيان هكا باش داك الهواء ما تيبقاش في العجينه. جيب شي هكا. صافي، ها هي دابا وجدات. دابا غادي ندخلها للفران. الفران راه بارد مازال ما شعلت عليه، وغادي ندير المول ديالي في المقله الثقيله عاد نشعل الفران، والفران يكون ناقص مدته 35 دقيقه هكايا. وكل واحد الفران ديالو، كل واحد الطريقه ديال الطياب ديال الكيك ديالو. يلا حتى من بعد ما توجد ونقدم معكم بالصحه والراحه. هيا الكيكه ديالي من بعد ما طابت تتجي هكا محمره، تتجي زوينه. واللي بغى يزينها بشي حاجه يزينها، اللي بغى يخليها هكا يخليها. المهم السر ديال هاد الكيكه انها تتجي بنينه، هذا هو السر ديالها. ودابا انا بغيت نزينها، غادي ندير لها شكلاط الكحل اللي كنت حطيت من قبل عندي في القناه، وغادي ندير فوقها رقائق لوز محمرين.
ومن بعد ما نزينها ونقدمها لكم بالصحه والراحه. ها هي الكيكه ديالي من بعد ما زينتها تتجي على هذا الشكل، ونتمنى تعجبكم. وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم تكتبوا لي، شكرا بزاف والهلا يخطيكم عليا. وانتظروا ان شاء الله الفيديو الجاي، وتنتمنى نلقاكم في احسن الاحوال نتوما واللي عزاز عليكم يا ربي. والسلام عليكم.